السلام عليكم يا شباب، معاكم أسماء العسال وأهلا بكم في سنتكس إيديو. في الحلقة اللي فاتت اتعلمنا إزاي نستخدم بلوك الريبيت عشان نكرر الأوامر عدد معين من المرات. لكن لو احنا مش عاوزين التكرار ده يقف بعد 5 أو 10 مرات، لو عايزين الشخصية تفضل تتحرك باستمرار، هقول لكم ده اللي هيعمله بلوك الفوريفر. يلا بينا نبدأ. في الحلقة اللي فاتت يا شباب اتعلمنا بلوك الريبيت وقلنا انه بيكرر الأوامر عدد معين من المرات. يعني لو كتبنا 10 هينفذ 10 مرات وبعدها القط ده هيقف. طب لو أنا عايزة القط تفضل ماشية طول اللعبة ما هي شغالة، هينفع هنا بقى أستخدم بلوك الريبيت؟ هقولكوا لأ، لأن في الآخر القط هيقف عند الرقم اللي أنا حددته. يلا بينا نجرب عملي ونشوف. وهنا هبدأ أسحب أمر طبعا تنفيذ الأوامر، وهرجع أروح على الموشن، وهرجع أسحب 10 ستيبس دي، وهرجع أروح على الإيفنتس، وبعدها هروح على بلوك الريبيت، وهروح على الموشن، وهختار موف 10 ستيبس. بس ممكن أغير التن دي لمثلا 20. يلا بينا نجرب الفرق ما بين دي وما بين دي. هنضغط الأول يا شباب على البرنامج اللي فيه موف 10 ستيبس ونشوف القطة هتعمل ايه. القطة اتحركت 10 خطوات وبعد كده وقفت. ليه وقفت؟ لأن مفيش أمر بيخليها تكرر الحركة، ما اديتهاش أي أوامر تانية. ودلوقتي هنجرب بلوك الريبيت، وهنضغط على العلم الأخضر. لاحظنا إن القط اتحركت أكتر من مرة، لكن في الآخر برضو القطة وقفت. ليه وقفت؟ لأن الريبيت بينفذ عدد محدد من المرات، ولما بيخلص العدد ده خلاص بيوقف. طب يا شباب، لو أنا عايزة القطة ده يفضل يتحرك طول ما اللعبة شغالة من غير ما تقف خالص، أعمل إيه؟ هقولك هنا بقى جه دور البلوك الجديد اللي هنتعلمه النهاردة، اللي هو الفوريفر. ودلوقتي يا شباب هنبدأ مشروع جديد ونغير شكل الستيج بتاعنا. وأنا هختار الشكل ده ونشوف بلوك الفوريفر ده بيعمل إيه. وطبعا هسيب شخصية القط زي ما هي، لأن أنا النهاردة مش هدفي خالص إن أنا أغير الشخصية. هدفنا إن احنا إزاي نخليها تمشي باستمرار باستخدام الفوريفر. وأول حاجة هعملها إن أنا هروح على بلوك تنفيذ الأوامر زي ما احنا متعودين، وبعدها بسحب بلوك الفوريفر، لأن أنا عايزة القط يفضل يمشي باستمرار. طيب يا ترى أنا هحط ايه جوه بلوك الفوريفر؟ هنروح طبعا على قسم الموشن، وهناخد الموف 10 ستيبس جواها، بس أنا هنا هغيرها ل5. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل معانا. القط فضل ماشي لحد ما اختفى، وديله بس اللي باين كده زي ما انتوا شايفين. احنا اكيد يا شباب مش عايزين ده اللي يحصل، احنا اكيد عايزين ان القط ده يفضل جوه الستيج، يعني كل ما يوصل للحافة دي او الطرف ده يرجع تاني. عشان كده هقولك ان سكراتش عمل بلوك اسمه if on edge bounds ده، وهنروح نسحبه ونحطه هنا كده ونشوف ايه اللي هيحصل. واخدين بالكم كل ما الشخصية هتخبط في الحافة هترجع تاني، ومش هتخرج طبعا بره المسرح. وده ليه؟ لأن البلوك بتاع if on edge bounds ده يعني بيقوله لو لمس الحافة ده اهي ارجع تاني. يعني بيتابع الشخصية دي باستمرار، يعني أول ما تلمس هنا ترجع، يخليها تغير اتجاهها وتمشي في اتجاه تاني. يعني هنا الشخصية عمرها ما هتخرج بره الستيج. وده طبعا اللي عمله البلوك بتاع if on edge bounds ده. طيب تعالوا كده بقى نحذف البلوك ده ونشوف ايه اللي هيحصل. تفتكروا ايه اللي هيحصل؟ فكروا كده. الشخصية خرجت بره المسرح واختفت خالص. عشان كده البلوك ده مهم، خصوصا في الألعاب يا شباب. نسحبه كده نرجعه تاني. ركزوا، رجعت الشخصية تاني للستيج بتاعنا. طب يا شباب، هو بلوك الفوريفر ده بيشتغل مع الحركة بس؟ هقول لكم لا طبعا، احنا ممكن نشغله مع اي امر احنا عايزينه يفضل يتكرر. تعالوا نجرب مثال تاني ونشوف. وانا هنا هحذف بلوك move 5 steps، وهحط
بلوك تيرن 15 ديجريز طبعا جوه بلوك الفوريفر، وهروح اضغط على العلم الاخضر. وبصوا كده ركزوا، فضل القط يلف وموقفش. طب هو موقفش ليه؟ فضل يلف كده وموقفش ليه؟ هقولك لان بلوك تيرن 15 ديجري جوه بلوك الفوريفر ده، فسكراتش هنا بيفضل ينفذ طول المشروع ما هو شغال، ينفذ البلوك ده طول ما هو المشروع شغال. يعني ببساطة أي بلوك هنحطه جوه الفوريفر ده هيفضل يتكرر باستمرار، سواء حركة أو دوران أو تغيير لون أو تشغيل صوت لحد ما نوقف المشروع بتاعنا. وبكده يا شباب نكون اتعرفنا على بلوك الفوريفر وعرفنا الفرق بينه وبين بلوك الريبيت وكل واحد فيهم بنستخدمه في ايه. جربوا تعملوا مشروع بسيط باستخدام الفوريفر واكتبولي في الكومنت استخدمتوه في ايه. ولو الحلقة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم على خير الحلقة الجاية. باي باي.